بالرغم من ان البارسا حاليا بيعيش اسوأ فترات ليه من فترة كبيرة جدا، والفريق مش قادر ان هو يعمل اكبر صفقات ليه في اوروبا، ولكن الفريق ده مرت عليه فترات كتيرة جدا قبل كده كان قادر ان هو يعمل فيها صفقات بارقام خيالية. لا وكمان الادارة كانت بتدفع مرتبات للعيبة بارقام برضو خيالية، والناس كلها معتقدة ان الفشل اللي فيه البارسا حاليا بسبب الصفقات الكتيرة جدا بالارقام اللي عالية قوي اللي عملها الفريق ده في الفترة اللي فاتت، بالاضافه للمرتبات الفلكيه اللي كان بيدفعها النادي للعيبه دي. ويجي هنا بقى السؤال المهم، هل الصفقات الخياليه دي كانت مفيده للنادي ولا مضره للنادي؟ الصراحه وبكل بساطه ان مش كل الصفقات قدرت ان هي تخدم فريق برشلونه. فتعالوا بقى اقول لكم اسوأ 10 صفقات عملها فريق برشلونه في تاريخه الحديث، ومن غير رغي كتير يلا بينا على التفاصيل. اول لاعب معانا في قائمة اسوأ 10 صفقات هو اللاعب عثمان ديمبلي. الظروف اللي جه فيها عثمان ديمبلي لفريق برشلونة كانت غريبة شوية، لان في الوقت ده كان الانتقال لنيمار جونيور من البارسا لباريس سان جيرمان ب 220 مليون يورو، وفي الوقت ده صفقة نيمار كانت كارثة كبيرة جدا على برشلونة، وكانت ضربة قوية جدا خصوصا لإدارة النادي الكتالوني. فكان لازم من الإدارة تقوم بصفقة كبيرة جدا تداري بيها على خيبتهم في رحيل نيمار. في نفس الوقت ده كان نجم عثمان ديمبلي في دورتموند ابتدى يعلى لفوق قوي، لاعب صغير في السن مع اول موسم ليه لفريق دورتموند بيجيب 10 اهداف، فكان في الوقت ده عيون العالم كلها على عثمان ديمبلي. وفعلا بينتقل ديمبلي في صيف 2017 الى البارسا بصفقة قدرت ب 155 مليون يورو، وبيلعب في 7 مواسم مع البارسا 185 ماتش بس في كل المسابقات، لان اغلب الوقت كان اللاعب ده مقضي ايامه في المستشفيات. وفي الاخر بيرحل من البارسا لباريس سان جيرمان ب 50 مليون يورو. تاني لاعب في القائمه هو البرازيلي فيليبي كوتينيو. كوتينيو كان تاني اكبر صفقه بتحاول بيها اداره برشلونه ان هي تنسي الجماهير انتقال نيمار، لدرجه ان برشلونه بيدفع في كوتينيو ليفربول 120 مليون يورو و40 مليون يورو متغيرات. وللاسف ان الطريقه اللي كان بيلعب بيها برشلونه ما كانتش متوافقه تماما مع كوتينيو، واللاعب ما كانش ليه اي تاثير واضح مع الفريق ولا اي مساهمه مع الفريق ولا اصلا ليه مكان في الفريق. وتقريبا نقدر نقول ان المساهمتين اللي عملهم كوتينيو عملهم ضد برشلونه في الوقت اللي اعاروا برشلونه لبايرن ميونخ لما لعب قدامهم في دوري ابطال اوروبا وجاب فيهم جونين. غير كده اللاعب ده ما عملش اي حاجه مع برشلونه وانتقل من البارسا لاستون فيلا. ثالث لاعب معانا في القائمه هو الفرنسي أنطوان جريزمان. جريزمان كان من افضل اللعيبه في مركزه وقتها، وكان ليه فضل كبير جدا في فوز منتخب فرنسا بكاس عالم 2018، وكمان كان بيلعب دور مهم جدا في منظومه لعب سيميوني مع اتلتيكو مدريد قبل ما ينتقل للبارسا. وفعلا بتيجي البارسا وتتعاقد معاه وبتدفع لاتلتيكو مدريد 120 مليون يورو، ولكن للاسف طريقه لعب أنطوان جريزمان غير مناسبة تماما لفريق برشلونة، لان أنطوان جريزمان بتكون الفورمة المناسبة ليه لما يلعب تحت راس حربة رقم 9، وانت اصلا عندك برشلونة اكتر فريق في العالم بيحب يلعب بنظام المهاجم الوهمي، يعني مفيش اصلا راس حربة رقم 9، والمنطقة اللي في ظهر راس الحربة دي بيحب يلعب فيها ليونيل ميسي. فطالما ليونيل ميسي موجود في برشلونة تأكد تماما ان انت مستحيل تاخد مكان ليونيل ميسي في الفريق ده. غير ان قبل انتقال جريزمان بموسم واحد كان في شائعات كبيره جدا ان جريزمان هيروح البارسا، ولكن سوق الانتقالات بيخلص وان جريزمان بيفضل ان هو يفضل في اتلتيكو مدريد. فطبعا بالحركه دي بيخسر دعم جمهور برشلونه بالكامل، ومع ادائه الضعيف لان هو اصلا ما بيلعبش في مكانه في البارسا بتكون فرص وجوده في البارسا ضعيفه جدا. وبعدها على طول بيرجع جريزمان مره تانية لفريقه الاصلي اتلتيكو مدريد. رابع لاعب معانا في القائمه هو السلطان زلاتان ابراهيموفيتش. رغم ان ابراهيموفيتش من اللاعبين الكبار جدا في كرة القدم العالمية، ونقدر ان احنا نعتبره اسطورة من اساطير كرة القدم، الا ان انتقال ابراهيموفيتش لبرشلونة كان كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وده كان لعدة اسباب. اولا ان جوارديولا جاب ابراهيموفيتش لتعويض صامويل ايتو اللي جوارديولا اصلا ما كانش بيحبه، وثانيا ان جوارديولا كل تكتيكه مبني على المهاجم الوهمي ليونيل ميسي، وهنا هيكون زلاتان ابراهيموفيتش
اصلا ملوش اي دور جوه الملعب، وده اللي بيخلق مشاكل كبيره جدا ما بين زلاتان ابراهيموفيتش والمدرب بيب جوارديولا، علشان يجي زلاتان ابراهيموفيتش ويرحل في نهايه موسم 2009-2010 بعد ما قضى موسم واحد بس جوه الفريق الكتالوني. خامس لاعب معانا في القايمه هو اللاعب مارتن برايثويت. اللاعب ده اصلا ما كانش في خطه برشلونه التعاقد معاه، الموضوع كله جه لما اتصاب عثمان ديمبلي، وكان ده الطبيعي اصلا ان عثمان ديمبلي بيتصاب، فقررت وقتها اداره البارسا ان هي لازم تتعاقد مع مهاجم يعوض غياب عثمان ديمبلي، والمشكله ان التعاقد ده كان لازم ان هو يتم بسرعه جدا، فبتقرر البارسا التعاقد مع المهاجم مارتن برايثويت بناء على تفضيل المدرب المؤقت للبارسا وقتها كيكي ساتيان، والمدرب وقتها صرح ان هو بيفضل مارتن برايثويت لان مارتن برايثويت بيقدر يلعب في اكتر من مكان جوه الملعب، ولكن حرفيا اللاعب ده ما عملش اي حاجه تذكر مع الفريق الكتالوني علشان يكون زيه زي بقيه الصفقات الكارثيه اللي عملها البارسا ويرحل عن الفريق الكتالوني. سادس لاعب معانا بقى في البارسا هو اللاعب البوسني ميرالين بيانيتش. لاعب قبل ما يتعاقد مع البارسا كان من افضل اللاعبين في اليوفي وقتها، وحرفيا نقدر نقول ان اللاعب ده كان شايل خط وسط اليوفي على كتفه، والصراحه ان في وقتها انا كنت واحد من اكتر الناس اللي متفائلين جدا بالصفقه دي، قلنا اخيرا كده هيجي واحد يعوضنا عن تشافي وانيستا في وسط الملعب. ورغم ان بيانيتش في الفتره اللي بيلعب فيها مع اليوفي بيجيب 22 جول ويعمل 41 اسيست، الا ان هو في موسمين مع البارسا ولا جون ولا اسيست ولا اي حاجه اصلا في الملعب، ومع ان بدايته مع البارسا كانت شويه كده فيها تفاؤل، ولكن في الاخر ما بيحصلش اي حاجه علشان يترك اللاعب البارسا ويرحل. سابع لاعب معانا في القايمه هو البرتغالي اندري جوميش. الصفقه دي كان من اكبر الصفقات اللي مشجعين برشلونه مستنيينها، لان ظروف الصفقه دي كان فيها خناقه ما بين برشلونه وريال مدريد، الفريق ده عايز اللاعب والفريق ده عايز اللاعب، ولكن في النهايه بيفوز برشلونه باللاعب جوه الفريق الكتالوني، والخناقه دي كانت بسبب ان اللاعب عامل موسم اسطوري جدا في خط وسط ميدان فريق فالنسيا موسم 2016، وبيجي في الصيف وبيعمل بطوله ولا اروع مع البرتغال في يورو 2016، فكنا نقدر نعتبرها في الوقت ده خليفه تشافي الجديد اللي هيقدم موسم اسطوري مع البارسا، صفقه قويه كده من ايام برشلونه بتاعت زمان. ولكن للاسف اللاعب ده بيقدم مستوى هزيل جدا وضعيف جدا في الملعب، لدرجه ان احنا بنشوف ماتشات للاعب ده بيباصي الكوره للفريق اللي ضد برشلونه، وفي الاخر بيتخلص البارسا من اللاعب ويخرجوا اعاره لايفرتون. ثامن لاعب معانا في القايمه هو اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو. اللاعب ده كان جاي للبارسا بهدف مهم جدا، وهو تعويض رحيل البرازيلي دانيال ألفيش، فالبارسا بيدفع لبنفيكا 30 مليون يورو زائد 5 ملايين يورو متغيرات علشان يجيب نيلسون سيميدو. وفي الحقيقه ان الجماهير كلها في الاول كانت متوقعه ان اللاعب ده هيقدم عروض قويه جدا مع البارسا، ولكن اداء اللاعب الضعيف بان خصوصا في الفضيحه اللي قدام بايرن ميونخ 8-2 في دوري الابطال. ولكن الحسنه الوحيده في الصفقه دي ان الاداره بتقدر تبيعه لولفرهامبتون وتعوض الفلوس اللي اتدفعت فيه. تاسع لاعب معانا في القايمه هو البرازيلي مالكوم. لما جت البارسا تتعاقد مع مالكوم ما كانش فيه ولا مشجع برشلوني فاهم اصلا الصفقه دي ايه لازمتها او بتتعمل ليه، لان الراجل ده بيلعب اصلا وينج يمين، وانت في المركز ده عندك ليونيل ميسي، فمستحيل تقعد ميسي دكه لمالكوم. ده احنا لو افترضنا برضو ان مالكوم ده بيجيب 100 جون كل موسم مش هيقعدوا ميسي دكه ليه، فاللي كان واضح ان اصلا برشلونه اشتروا مالكوم عشان بيعرف كده يرقص ترقصتين وخلاص. لكن غير كده هل في كان اي تكتيك او فكر في صفقه مالكوم؟ اؤكد لكم ولا اي حاجه. ولكن ارجع واقول ان الحسنه الوحيده في صفقه مالكوم ان البارسا قدر يبيعه لزينت الروسي ب 40 مليون يورو. اخر صفقه معانا هو اللاعب الكاميروني أليكس سونج. لاعب كان بيلعب في صفوف ارسنال، لعب معاهم موسم واحد واعاروه للشارلتون اتلتيك، وكان بالنسبه له اهم حاجه في انتقاله لبرشلونه هي الفلوس اللي هياخدها من انتقاله للبارسا، وده الكلام اللي اللاعب طلع واكده، وكمل كلامه انه لما جاله عقد من البارسا وشاف تفاصيل العقد ما فكرش مرتين، لان عرض البارسا وقتها كان كفيل ان هو يامن له حياته الماديه هو واسرته سنين كتير جدا قدام. ولكن اللاعب بيفشل في البارسا فشل مش طبيعي وبيرحل في نهايه موسم 2016. طبعا في صفقات كتيره جدا في البارسا فشلت، مش بس دول، ولكن من وجهه نظري دول هم اكبر الصفقات اللي عملها الفريق الكتالوني بمبالغ كبيره جدا وفشلت. يلا انزلوا في الكومنتات تحت كده على طول واكتبوا لي انتوا شايفين مين اكبر الصفقات التي فشلت فشلا ذريعا في تاريخ البارسا. وفي النهايه ما تنسوش اللايك وسبسكرايب والفولو، واشوفكم في حكايه جديده. سلام.